هنا ابو جاسم. بعدين هو معلم الحصان معلم هالشغله ذي. شوف ما شاء الله ما شاء الله. ما يحتاج. حتى الحصان مستجيب معك ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله. بسم الله. يلا لا عيونك. يلا. خوش جاسم. شوفوا بعدين بسرعه ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني جدد على الرياضة هذي. بسم الله ما شاء الله. يلا هيك عاش. بسم الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. والله ممتاز. الله يبارك لك يا ابو جاسم. ما قصرت ما قصرت. بسم الله ما شاء الله. ودمتم سالمين. طيب شوف يا ابو جاسم هذه الحين انت بتدرب الحصان تعلمه على الرياضه هذه. ايوه. اللي هي وش تلين الرقبه راس الحصان معك على طول. على طول. ايوه. تبديل مهم. استجابه جداً. الحصان للشغله ذي. اكيد. كم يمكن تاخذ معك وقت تعلم الحصان في الشيء ذا؟ طبعا اذا كان حصان جديد على عسوف. طيب. يعني تو ينركب بالنسبه لي انا اسرع. ايه. لانه راح يتعلم على هذه الشغله. يا سلام. ولكن حصان طالع من مجال يعني اكثر خيلنا اللي طلعوا هذه حق الالعاب. ايه. من نادي الفروسيه حقين ريس. ايه. فيجيك مخه تعال بده من جده وجديد. صدقت. اي والله. يعني العسيف افضل. افضل لي إيه؟ كفارس افضل لي. يا سلام. لانه خلاص الحصان عارف انه هذه راح شنو شغلته. ايه. لكن السرعه ما السرعه طبعا تحتاج الى عضلات سباحه بالبحر هذه جدا جدا إيه؟ مهمه عندنا. يا سلام. البحر والاكل. لان اصلا الرياضه ذي اصاباتها بتكون قويه على الاكتاف. طبعا اللفات ذي ولازم يكون لها حصان جاهز عضليا ولياقيا. مناسب. ترى الوزن مهم بعد حتى هذا السرج يكون اخفف من اللي قبله. ايه. حتى احنا وزننا كفارس. ما شاء الله. يعني شوف هذا الشوط هذا يمكن ماكسيموم 25 ثانيه. ايه. يتعبك اكثر من ركوب 6 ساعات. الركوب العادي. صدقت. انا الحصان اول شيء كلام مو بهذا. الحصان يشتغل اول شيء والفارس عصبيا وجسديا كلش. لازم. بيفضل كل حصان حق هذه الشغله يكون الفارس هو اللي يفهم له. يا سلام. يعني ما يصلح من فارس لفارس راح يخرب. اكيد ما شاء الله بعد اكيد حنا نعتذر منك والله انا ادري انا عارف الشعور ذا الحصان بالذات في التعليم ذا خرب اذا كثروا عليه الفرسان. لكن المسابقه بعد باقي عليه 10 ايام. الله ان شاء الله يبارك لك وفالك ان شاء الله المركز الاول باذن الله. انا يجينا مقطعك المركز الاول.